فيديو جديد وحلقة جديدة عن حل لغز مياه المعبد الأوزيري وحج الفراعنة. هنتكلم عن الألغاز المدهشة للمعبد الأوزيري الموجود في مدينة أبيدوس بمحافظة سوهاج، والمية الموجودة داخله زي ما المهندس الأمريكي جيم وسترمان ما تحدث في فيديو له عن المهمة اللي كلف بيها من وزارة الآثار المصرية اتجاه المعبد الأوزيري. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. في البداية لو عجبك فكرة الحلقة والفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. بادئ ذي بدء هنتكلم عن تصميم المعبد الأوزيري. شكله عبارة عن إيه؟ ده جزيرة صغيرة داخل حمام سباحة، ويوجد ممرات للعبور إلى تلك الجزيرة الصغيرة، وبه 10 عيون ماء داخل الجزيرة. عرض تلك الجزيرة 12 متر. تم تصميم المعبد بشكل هندسي من محاجر مختلفة من الجرانيت الأحمر والأبيض، وتم بناء هذا المعبد على شكل هندسي مختلف عن كل المعابد المصرية. وقد كان هدف وزارة الآثار المصرية هو إزالة المياه تماما عن تلك المعبد، لكن المهندس الأمريكي جيم وسترمان كلف بتفريغ المياه الموجودة داخل المعبد. اكتشف ان المية الموجودة داخل المعبد او المعبد نفسه ده تم بناؤه من اجل المية الموجودة داخله. ازاي؟ عندما قام بمهمته لتفريغ المعبد من تلك المياه بواسطة 5 مضخات حديثة، اكتشف ان كل جالون ماء يقوم بتفريغه من هذا المعبد يقوم المعبد بضخ 500 جالون ماء في الدقيقة الواحدة. وبهذا الشكل اكتشف ان المية لا تنتهي، وده كان اول شيء غريب شاهده العالم الامريكي. والمعبد الأوزيري تم تصميمه كذلك على اساس تواجد 10 عيون ماء بداخله. وقد لفت نظر العالم الامريكي ثانيا ان المياه غريبة، وتركيبها من المعادن والاملاح مختلف عن مياه الابار المعروفة، حيث اكتشف ان درجة حرارة سطح المياه 16.5 درجة، وعند القاع 23.5 درجة. وهذا يعكس قانون الطبيعة وفيزياء الكون، لأن سطح المية المواجهة للشمس بالطبع لازم تكون ساخنة. ومنها حل المهندس جيم وسترمان هذا اللغز، حيث افترض إنه تم رص أحجار الجرانيت المختلفة اللون بشكل هندسي معين، حيث أن الخواص المغناطيسية للأحجار الجرانيت تقوم بفصل جزيئات المية الباردة ورفعها إلى أعلى المية الساخنة، حتى يشرب الحجيج مياه باردة أقل من درجة حرارة الغرفة. اكتشف المهندس جيم وسترمان إن المياه بتاعة المعبد الأوزيري لها قدرات علاجية، حيث أنه شرب من تلك المياه وهو عالم كبير سنا يتعدى 60 عاما، وكان نظره ضعيف، حيث أنه لا يمكن استخراج رخصة قيادة له نظرا لضعف بصره. ليكتشف أنه بعد 6 أشهر اللي كلف بيها بتفريغ المياه بأن بصره أصبح حاد، ليس في حاجة إلى لبس النظارة، وكذلك استطاع استخراج رخصة قيادة. وهذا يدل على أن المياه لها خواص علاجية وقدرة استشفائية عظيمة. زي ما احنا شايفين كده التشابه للمعبد الأوزيري زي بئر زمزم الموجود في السعودية، المية بتاعته بتكون هي كمان شافية ولها برضو خواص علاجية. ومن هنا نبدأ نتكلم عن حج الفراعنة وآبار مياه المعبد الأوزيري والمقارنة مع حج المسلمين وبئر زمزم. إيه هي رحلة الحج وطقوسها عند المصريين القدماء منذ 5000 عام؟ كان يحج الفراعنة إلى مدينة أبيدوس بمحافظة سوهاج، ورسموا طقوس الحج على جدران المعابد، ونالت مدينة أبيدوس مكانة مقدسة خاصة في قلوب المصريين القدماء قبل بداية عصر الأسر وتكوين الدولة المصرية الموحدة عام 3200 قبل الميلاد. كان يحج إليها المصريين باعتبارها المركز الرئيسي لعبادة الإله أوزير حارس الحياة الأبدية. كان يرى المصري القديم أن الدفن قرب أوزير أهم أمنياته حتى يضمن مكانة متميزة في العالم الآخر، فقد اعتقد أن أبيدوس هي بيت الكعبة
زي الكعبة أو الكعبة. الكاء هي الجسد في اللغة المصرية القديمة، والباء هي الروح. وكان المصري القديم يحج إلى أبيدوس من شمال مصر إلى جنوبها عن طريق النيل. كان يرتدي اللباس الأبيض أو اللبس الأبيض زي الحجاج الآن. وقد كان للحج في مصر القديمة ميعاد ثابت ومحدد، هو اليوم 8 من الشهر الأول من فصل الفيضان حتى 26 من نفس الشهر. زي الحج برضو دلوقتي، ما هو برضو له وقت معين. وقد كان ما يميز طقوس الحج إلى مدينة أبيدوس هو لبس الملابس البيضاء. وكانت الملابس البيضاء عبارة عن آذار بيضاء قصيرة تلبس حتى تغطي الجانب الأيسر من الجسم حيث يوجد القلب. وقد كان يدل اللون الأبيض على التطهر والنقاء. وكلمة حج في اللغة المصرية القديمة معناها تعني أبيض أو طاهر. وكلمة حجاز في اللغة المصرية القديمة تعني الحج إلى النور، حيث آز هي النور في كلمة حجاز. علشان كده قلنا على السعودية هي بلاد الحجاز. وكانوا الفراعنة يحجوا إلى مقام أوزوريس المفترض بأنه هو النبي إدريس عليه السلام، كما يحج المسلمين إلى مقام النبي إبراهيم عليه السلام حاليا. ومن هنا ظهر التشابه بين حج الفراعنة وحج المسلمين. وكذلك من طقوس الحج عند الفراعنة هو شرب من ماء المعبد الأوزيري بأبيدوس. زي دلوقتي برضو في السعودية من طقوس الحج للمسلمين هو الشرب من ماء زمزم. وده تشابه آخر بين الحج زمان للفراعنة وحج المسلمين دلوقتي. وبرضو كانوا يقومون بذبح الأضاحي كما الآن يتحلل المسلمون في الحج بذبح الأضاحي. وبكده استعرضنا مع بعض حج الفراعنة باستفاضة والمعبد الأوزيري ومقارنته بحج المسلمين وبئر زمزم. أتمنى أن الفيديو ينال إعجابكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب